السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، كيف حالكم؟ كدايرين وليداتكم؟ كدايرين نتوما العائلات ديالكم؟ كلشي بخير وعلى خير. اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الداء يا ربي. ونتمنى من الأخوات كاملين البشرية كلها اللي في الكون، نتمناها تكون بخير وعلى خير، وتبعد علينا هذا الوباء يا ربي. ونكثروا من الصلاة على النبي ومن الأدعية باش ربي سبحانه وتعالى يبعد علينا هذا الوباء وما نبقاوش نفكروا فيه بزاف. ودابا اخواتي، من طبيعه الحال مادام حنا في البيوت ديالنا سادين علينا مع وليداتنا، ضروري ما نبقاوش نفكروا في هذا الوباء، خصنا ننساوه واحد شويه ونطلبوا ربي يبعدوا علينا ونبدلوا الروتين ديالنا من الافكار. ضروري من شويه تاع الطبخ وشويه ما غاديش نعيشوا بلا اكل. دابا اخواتي بغيت ندير واحد البيتزا، ونتمنى هاد البيتزا المشاهدين كاملين يكونوا في صحة جيدة. البيتزا كتطلب المقادير اللي غادي نخدم بها كالتالي. عندي عجين مرمل. اخواتي العجين المرمل كلشي تعرف يصاوب العجين المرمل، انا جهزته قبل. العجين المرمل انا كنضيف فيه ملعقة كبيرة من الزبدة وبيضة كاملة تكون كبيرة، وانا بيضة درتها جاوني فيها 2 محاح، وقليل من الملح وقليل من السكر، من طبيعة الحال الدقيق، وكنخليها ترتاح واحد 4 دقائق تقريبا حتى 5 تاع الدقائق. اما الحشوة اللي غادي نستعمل فيها، عندي اخواتي الزيتون الاسود، عندي لادانت مقطع طريفات مشرملاه بابزار والزيت البلديه، شحرته شويه في المقله والملح. عندي لاصوص طوماط ديال الدار مجهزاها في الدار، وتنضيف عليها انا لاصوص كنت درتها معكم في المعلبات. خديت وحده من هذوك المعلبات اللي صوبت معكم شحال هذا، خديت واحد القرعه وضفتها فيها الزعتره والابزار والكمون وقليل من المعدنوس، وشحرتها واحد شويه في المقله بالزيت البلديه، هي باش غادي نخدم دابا البيتزا ديالي. وعندي الفلفل الحلو الاحمر والاخضر. انا الفلفل الحلو اخواتي كتشوفوا فيه دابا تيبان لكم فيه الزيت، انا تنرقدو تنشويه وتنرقدو. واللي بغات الطريقه ديال ترقاد الفلفل الحلو تخليها ليا في التعاليق، ما نحرقش دابا المراحل، ما نقول لكم عليه والو حتى ندير بها فيديو ان شاء الله الرحمن الرحيم. وعندي المايس وعندي الطوماط سيريز كتزين اختياريه، اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغى يديرهاش ما يديرهاش. ودابا غادي نديرو الطريقه كالتالي، وهانتوما معايا وانتم مشوفين حتى تاكلوا معايا البيتزا ان شاء الله. دابا اخواتي، من بعد ما ورقت العجين ديالي وضفتوه في اللاطه اللي غادي ندير في الفرن، غادي نضيف عليه لاصوص طوماط، تنسرحها انا بالشيته، تسرحيها باش ما عجبك بيدك بمعلقه، باش ما بغيتي تسرحيها كتسرحيها. تجي لذيذه وزوينه بالعجين المرمل، كتجي غساله وكتجي فتيه. وتنضيف لادانت اللي شرملنا في الماكلات، سرحو مزيان بعد كاع البلايص باش كلشي بلايص يجي فيهم، ميجيش في بلاصه وبلاصه لا. انا تنصاوب وكنتفكر الفرomاج ما ذكرتوش ليكم، غنضيف ليها الفرomاج من الفوق محكوك
نسيت اخواتي ما وريتكمش الفرomاج، وضروري البيتزا من الفرomاج. وتنضيف المايس كذلك. المايس تيبقى اختياري تزيين اللي بغا يديرو، ولكن راه كيجي لذيذ وزوين اخواتي مع البيتزا. والفلفل اللي قلت لكم انا مرقده، اللي بغا يخليها ليا في التعاليق ان شاء الله، وغادي نوريها لكم. غادي ندير عليها شي فيديو شي مره ان شاء الله. انا ملي درت لها، ملي كنوجد فيها ما كنتش واجده باش نوريكم الفيديو ديالها مره اخرى ان شاء الله. كتجي زوينه اخواتي، تحتاجيش كاع ديريها في الثلاجه، كتبقى عندك مده طويله. والزيتون الاسود كتجيب اللي ما عندهاش لدان ديرها بالدجاج بالحوت. انا متوفر عندي الان لدان، درت لدان. المهم نعمرو البلايص كاملين باش تجي عامره وزوينه. والطوماط سيريس كتزين اللي كنزين بها انا باش تيجي المنظر ديال البيتزا زوين ورائع. والفرن يمشي عليه يكون دابا سخن، وغنضيف ليها الفرماج من الفوق. وهانتوما معايا وغادي نضيف الفرماج اللي نسيت ما وريتوش ليكم. كان عندي في الكونجيلاتور، انا كنشري كره ديال الفرماج وكنحكها وتنديرها في الكونجيلاتور. وقت اللي بغيتها كنلقاها جاهزه، هي تنهز وتنضيف على الاكلات اللي كنحتاج ليهم. اللي ما بغاتش تضيف هاد الفرماج اللي كيكون محكوك، دير داك الفرماج ديال المورتازيلا ولا اي نوع من الفرماج اللي تتحب خاطر ديرو. ودابا اخواتي غادي نديرها في الفرن، من بعد ما طيب غادي نوريها لكم. وهانتوما معايا حتى نتغداو مجموعين ان شاء الله. دابا اخواتي ها البيتزا ديالي وجدات من بعد ما طيبتها وساليتها. دابا بقى ليا تقطع، غادي نقطعها. ونتمنى تعجبكم وطرق الاعجاب ديالكم، وتكونوا نتوما بخير وعلى خير، نتوما والعائلات ديالكم ووليداتكم. وما تنسونيش من المشاهدات ومن لي لايك ومن لي زابوني. بارطاجيو الفيديو مع لي زامي ديالكم ومع العائلات ديالكم. وما تنسوش اختكم مازال هناك فيديوهات جدد ان شاء الله بحول الله عن قريب. ويكونوا هاد الفيديوهات ان شاء الله بالصحه والعافيه، ويبعد علينا ربي هذا الوباء يا ربي. والسلام عليكم في فيديو قادم ان شاء الله. صافي.